السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انا كاتب في العنوان بالظبط، السيسي انت جيت يا عين النوس امك تحكم بلادنا، يا عين النوس امك، عشان تسقط الحكم الجبري. ده كلام نبينا. السيسي اخر حاكم عسكري لمصر. يا اولاد المفضوحه، يا عسكريين يا مفضوحين، يلا كل بطحه وبطحه على راسكم قد كده. ما تخافوش من العسكر وقولوها لهم في وشهم. انتوا اللي خربتوا جيشنا، بدل ما يقول الله اكبر يقول عبد المأمور مش عبد الله. السيسي اخر حاكم عسكري لمصر غصب عن انوف ولاد الحرام. انتوا اللي جبت لنا الخراب من 52، انتوا اللي قزمتونا، انتوا اللي بعتونا بالرخيص. اسمع، انت عمال تلف اللفه بالمدني تمام، وتلعب هنا وتلعب هنا وتطاطي الامريكان من هنا، وتروح للسعوديين والاماراتيين اللي سلمتوهم رقبتنا تمام عشان نسكت عليكم. ده احنا قاعدين لكم بالمرصاد. العسكريين اول شيء، والسيسي اخر حاكم عسكري ضلالي منافق افاق صهيوني موالي لليهود والصهاينه، وانتوا كلكم كده. العسكريين في مصر انتوا اللي ورطتوا الجيش، بقى محتل وبقى عبد المأمور مش عبد الله. يا بتوع الله اكبر، قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه؟ افهم يا مصري، انا ما بعاديش جيشي ولا بلدي يا غبي. انا بعادي اللي عادونا كلنا، اللي دمرونا كلنا، آفة العسكر الخنازير. واي حد هيتعدى عليا هنا في الجزائر هطلع ميتينه، لاني بقول الحقيقه على بلدي ومش خايف من حد. سامعين؟ سامعين؟ انا هنا في الجزائر لو اتأذيت حياتي بص مش هسكت، هقلب الدنيا. العسكريين حراميه ومجوسيين وكفره ما يعرفوش ربنا. اسمع يا مصري وانتبه للي بقوله لك، ووصلها لأتخن عسكري فيها. في دولة الموت، دولة العار والخزي والطغيان، دولة الظلم والفجر، شبه الدولة. يا عالم يا ضايعة فوقه، يا عالم يا ضايعة، مفيش انتخابات فوقه. في أنياب زرقاء، أنياب زرقاء، حكم العسكر الجاسوس الخاين. انت خاين يا ابني، انت خاين، انت خايف على رقبتك وكروشك وعروشك، ما يهمكش لا مصر ولا شعبها. اسمعوا يا بشر، اسمعوا يا بشر، انت خاين يا ابني. ده انت ملجم جيشنا اللي عمالين نقول عليه جيش عظيم وجيش شريف. بيقول انا عبد المأمور، بياخد الامر من خاين. ازاي يا بني ادمين؟ كل اللي بقوله ده يعلموا المصريين اللي ولادهم في الجيش. حاطط لسانه في بقه ومش قادر يتكلم، ولاده بيجوا من الجيش وبيرجعوا بسلام يقول لي يا ابني الحمد لله على السلامه، ان جيب بالسلامه ما حدش قتلك. اقسم بالله بما يسمى الارهاب. اسمع يا مصري وانتبه، السيسي اخر حكم عسكري، وسقوط الحكم الجبري كلام نبيك. انتهت يا ناس، هي دي الايام اللي عايشينها. استعدوا واعدوا ودافعوا عن عرضكم وشرفكم. اللي بيحكمكم خونه وجواسيس مواليين للصهاينه ولليهود اللي اشتروا بلادنا. اقسم بالله ما هنسيب عرضنا ولا شرفنا. انا مش بقولها عشان انا بقولها لك بصوتي، انا مش بايدي، ايد واحده ما بتسقفش يا جدعان. ايدي على ايدك يا اخي، اتقوا الله في بلدكم يا اخي. عاجبك لما يتقال ولاد فوزيه وجيش فوزيه؟ انت يا ابن فوزيه في الجيش، يا عبد المأمور مش عبد الله. يا اخي مش انت ابن عمي وابن عمك واخويا واخوك؟ يا اخي يا اخي هنزل لكم فيديو لشاب في الجيش. قال لكم ايه؟ قال لكم ايه؟ هعيدوا في المقطع ده. من فتره طلع معايا واحد من الجيش، اللي متابعني عارف الفيديو ده. هنشره لكم تاني وتابعوه ووصلوه للعسكريين الخونه. العسكريين الخونه اللي مبهدلين ولادها جوه وبره. انا بره متبهدل من ولادها وبتعاير من خنازير في التعليقات، وهم عايشين في الميجا وفي الدهب وفي الاثار، عايشين في الفلل وفي الاطياب. والله ما هسيبكم، والله ما هسكت. انا لي حق في البلد دي، انا لي حق في ديني وفي وطني وفي اخواتي اللي في السجون. انا لي حق في لعنه الدم، ادافع عن دم اخواتي.
واللي قتلهم انتوا يا عسكريين. انتوا اللي خططتوا للصهاينه واليهود في امتلاك بلدنا. انتوا منهم والله منهم، في اسماء من امهاتهم يهوديه يا جدعان. اي ما يجيش الماصر هذا يقعد هنا بالجزائر ان شاء الله. حبيبي يا غالي، تسلم تسلم تسلم. وحشتني بلادي وناسي. اخواتنا ماتوا، اخواتك المسلمين ماتوا، مسجونين ومظلومين. حبيبي ربنا ينصرنا. سمعت يا دولة الجزائر؟ أي حد هيمسكم هيمسني فيكم. أنا مش خايف من حد يا جدعان. أنا واجهت الخطر على باب المطار، رجعت كانوا يسلموني للخونة اللي في مصر. الشعب الجزائري غير الشعب الجزائري. على أهو سمعتوا قال إيه الراجل؟ سمعتوا قال إيه؟ على فكرة الشرطة بتعدي، أنا مش خايف من حد. أنا نفسي حد يواجهني بشرطة ولا داركي يقف يقول لي أنت مالك منفعل ليه كده عشان تشوفه. عايز حد يمسني، مش خايف من حد. انا بدور على حق بلدي، بدور على عرضي وشرفي، وكلكم شايفين بعينكم. ما تقوليش مصالحنا بين مصر وبين الجزائر. مصلحتي انا كمواطن فين؟ كمسلم فين؟ في دين المساجد اللي اتهدموا، اخواتي اللي ماتوا اللي في السجون. والله ما هسكت، والله ما هسكت. انا مستبيع عليكم يا عسكر يا خونه. انتهى حكم العسكر يا ناس، الحكم الجبري ده كلامنا بيكو. انتهى الحكم العسكري يا جدعان، كلامنا بيكو. فهموا، استعدوا وعدوا فوقوا. العسكر في مصر خاون، ولاد حرام، وهتتحاسبوا مش هتداروا. انتوا الاساس، انتوا اللي خليتوا بلدنا محتل في ايد المناديب الاماراتيين لولاد العم والاسرائيل. افهم يا اخي، افهم يا اخي. انا مش ساكت. انا انك ميت وانهم ميتون. صوت الحق لازم يبقى عالي عشان القلوب تصحى والضمائر تفوق. فوق يا مصري، صحي نخوة اسلامك ودينك ووطنك ولعنة الدم وحياتك وحياة اهلك وناسك. انت ما تبقاش اناني. فوق يا اخي، بالله عليكم تفوقوا يا مصريين. والله لا نريد الا الخير بالامه دي. يا اخي سرقوا البلد ودوكوا ورا الحيط، ودوكوا ورا الشمس، لبسنا في الحيط كلنا. والله العظيم عرت كتفها وكشفت ظهرها خالص على اخر زي ما قالوا الخنزير الصهيوني. استعدوا خطة ثورة المفاصل. استعدوا، اعملوا قياس جاهزية وانشروها على الأرض. وصلوا الفكرة على الأرض عشان نستعد ونخرج من قصاد بيوتنا، من كل حارة وكل زقة وكل شارع. اخرج، لا سبيل إلا للثورة، لا سبيل إلا بالقوة، باتحادنا، بالتلاحم، بوحدتنا، بلا إله إلا الله محمد رسول الله والصهيوني عدو الله السيسي. هو كده، هو كده. انك ميت وانهم ميتون. ما تقعدش تنوح وتصرخ للظالم وفاكره رئيس لسه. انت محتل يا بيه، انت محتل، انت محتل. مصر اسمها مصرائيل، وتحيا مصرائيل 3 مرات وانتوا عبيد عندهم. مصر اسمها مصرائيل. افهم يا مصري، مصرائيل. مصر كده اسمها الان مصرائيل، لا مش مصر. فين مصر؟ من كل حد عامل فيها معارض، مش هذكر اسماء، انتوا مش اغبياء. انا الكلام ده اتكلمته امبارح وعملت تحذير ومحدش انتبه ليه. لما بقول لكم بيعملوا كرسي في الكلوب عشان ما تنتبهوش بغضبكم، توجهوه على اتحادكم معا والخلاص والنزول، لان الثوره جايه واللي جاي غضب عارف. هم بيمتصوا الغضب وبيلفوا عليكم بالفتنه وبيضربونا في بعض. لكل صوت حق معروف، والكل اللي بيدعي الثوره وبالحق معروف. اللي بيدعي انتوا مش اغبياء يا جدعان. الشعب المصري مش غبي، الشعب المصري مشكلته طبته بسذاجه. الشعب المصري من اذكى شعوب الدنيا، مش غبي يا جدعان، طيب بسذاجه بس. لماح، احنا شعب لماح يا جماعه. ده احنا خرج مننا نوابغ، انتوا بتستعبطوا. هم جهلوكوا بس بقفه العسكر، لا اكثر ولا اقل. اقسم بالله هو جهل العسكر بس آفة مريضة، وإن شاء الله ننتزعها بوحدتنا. إن شاء الله نبقى على قلب رجل واحد باتحادنا. إن شاء الله. خلي عندكم أمل ويقين بالله، خلي إيمانك بالله قوي. بلاش ضعف في الإيمان وفي اليقين بالله، لأن ربنا هو اللي هينجدنا من اللي إحنا فيه. إحنا في الدنيا دي رحلة
عايشين فيها نقول كلمة الحق عشان لما نقابل وجه كريم. افعل اوعى تسكت على حقك، وعدم سكوتك ده يشجع قلوب غيرك. بلاش نفاق، كلنا عارفين الحقيقة، بلاش تبلع لسانك. اوعى تنادي الظالم، نادي بالاتحاد. ثورة المفاصل ترعبهم. عارف يعني ايه مفاصل؟ يعني انا نازل لك ادافع عن بلدي، هديك في المفاصل. لو قربت لي هفشخ ميتين امك. انا بجيب حقي يا صهيوني يا عبد المأمور يا كلب، مش عبد الله. بعد المساجد اللي اتهدمت يا خنازير. تبقاش جيش معرعر، تبقاش جيش مكفي على بطنه وما نشوفوش الا في التلفزيون والشاشات بس، مرعب. انما على ارض الواقع بتبيع خضار وخيار. على ارض الواقع بقيت جيش انتصار، جيش فوزيه. ايه اللي عملته انت؟ ميه النيل واتسرقت، جبت حقي؟ لا، ده انا عبد المأمور ابن عمي وابن عمك واخويا واخوك وابن اختي وابن اختك. جبت لي تيران وزنافير؟ لا. جبنا جول غاز شرق المتوسط اللي عشنا بهوات؟ لا. تعوز وفقر قوي وحالك في انحدار. يبقى انت معرعر، مش جيش عظيم. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل جندي. دي عرعر، عبد المأمور مش عبد الله. ما تقوليش دول غلابه. غلبان قاعد ليه يا غلبان؟ اخلع دفعه وانضم لشعبك. انزل اجازتك وما ترجعش. عري ولاد الشرموطه دول. وانت تعرف ازاي تحمي بلدك. مش كنت في الجيش وتحميها على الحدود؟ احميها من الاحتلال، احميها من الجاسوس الخاين، احميها من ميليشياته، احميها من كلابه وخنازيره واتباعه. هو كده. لما تقول لي انا عبد المأمور وانا مغلوب على امري وابن عمي وابن عمك واخويا واخوك وابن اختي وابن اختك، اتقوا الله فينا يا جدعان. انا اهو علمني ضرب السلاح وانا اقف ادافع عن بلدي المحتله. ما الصهاينه محتلين بلدنا، بيطلعوا علامهم يا جماعه وبيهينوا المصريين. ده واحد جزائري طالع في التيك توك يا جدعان زعلان على موقف شافه. هو الجزائري احسن مني لما يزور بلدي ويقعد يبكي وينوح على الموقف اللي شافه؟ والمصريين ساكتين عشان عارفين ان الامن ابن مارة شرموطه بيعرعر للدوله اللي محتلاها. الجزائري اللي كان هناك مش احسن مني. روحوا شوفوا الفيديو للشاب كان بيزور مصر وشاف موقف من صهيوني. مصر دولة محتلة. يا جدعان، حقي مش هسيبه، لازم ادافع عنها بدمي وبعرضي وبكلمة الحق ببتديها معاكم. يا جدعان فوقوا، مش هسكت على بلدي. بلدنا محتل، مش هسكت. لو جيشك فعلا شريف يقف يدافع عنها، مش يبقى عبد المأمور ونفرط في كل حاجتي. صح ولا ايه؟ يا عم الناس دي هي اللي ضعفتنا، هي اللي هنتنا. ارجوكوا يا ناس فوق. قول له يا ابني انت هتروح تعمل ايه في الجيش ده؟ انت سامع اخوك اللي عمل اللي متبهدل بره، واحنا اللي متبهدلين جيراننا وشايفينهم. يا ابني جيش ايه اللي انتوا رايحينه ده يا ولاد؟ يا ولاد فوق يا ولاد، يا ولاد، يا ابن عمي وابن عمك وابويا وابوك واخويا واخوك. يا ولاد، يا ولاد العسكريين حراميه يا ولاد، خونه يا ولاد. سقوط الحكم الجبري يا ولاد انتهى. اللي بحكولك ده باشا نهايه الحكم العسكري، نهايه الحكم العسكري في مصر. انت فاكر انك هتحكمها تاني؟ والف احا. امال احنا رحنا فين يالا؟ انت فاكرنا هنسكت زي زمان؟ ده احنا الغضب بيزيد وصوتنا بيعلى اكتر، وهنعلي صوت الجميع وهننزل نقف لكم. فوق يا مصر يا مصريه. يالا، واحنا عشان شعب طيب ومسالم هتنكوا دين ابونا؟ لا، يعني لا. الحكم العسكري لازم يتحاسب. ومن اين لكم هذا وعلى راسهم الخنزير؟ لا، يعني لا. حقي هاخده، يعني هاخده في نعن الدم وفي مساجد وفي تاريخ اسلامي بينهدم وحضاره بتتهدم وبني ادم فيها بينهدم. خليت الشعب المصري مهزوم داخليا، مهان نفسيا، متدمر. والله لا، ده احنا بنزداد صلابه وقوه، بنزداد عند وغضب. استرداد حقوقنا وغضبنا عليكم، مش على خراب بلادنا. انتوا اللي خربتوها
وانت اللي سكتوا عليها ودمرتوها وبعتوها للي يسوى واللي ما يسواش، واسرائيل محتلنا يا كلاب. احتلال كيوتي، احتلال ناعم امور، مش بالدم، بالكنز وبالمخدرات ضيعت عقول الشباب. لان اسرائيل ما كانتش هتقدر تحاربنا فيس تو فيس، وجها لوجه، ما كانتش تقدر تحاربنا، انما تحاربنا بالفحش، بالجنس، ها، وبالمخدرات. شوفوا الشباب عامله ازاي وبتتطور، زومبي في الشوارع، زومبي في الشوارع، والنساء بقت تاخد الشابو والايكس. عليكم السلام يا رجاله. الشابو والايكس وبقى الدعاره والدياسه فقدوا عقولهم. لا والله، ورب الكعبه لا نرجع عزتنا يا خونه، يا عسكريين يا خونه، يا عسكر مصري يا خاين يا فاشل، يا عار على مصر وعلى الامه كلها. وتقول لي جيش عظيم؟ ده حسبي الله ونعم الوكيل في اللي معرعر عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل في المليون و200 الف المعرعرين. عبد المأمور الكلب اللي عامل دكر عليا وبيتباهى بالبدله عليا، هو والشرط المعرص اللي هنفلقسه هنكفيه على طيسه. الشرطه المعرعره بتاعتنا، الخونه، الجعانين، المجرمين. اللي بيحصل في مصر جرائم حرب في البني ادمين يا جدعان. اسام الشرطه مجازر يا جدعان. يا انا اتحكى لي مواقف الايام اللي فاتت دي في العصر اللي عشان يا جدعان هتجنن يا جدعان. الناس دي بتستعبدنا ليه كده وبتقطع من لحمنا يا جدعان؟ فوق يا جدعان، انتوا نايمين على بطونكم ليه؟ يا ابني فوق يا ابني، انت وهو يا ابني، يا ابني فوق يا ابني. ربنا ينتقم من المتخاذل فينا، ربنا ينتقم من الغبي الساذج الجاهل بقفة العسكر. فوق يا اخي. خطة ثورة المفاصل تتكون من 4 أركان: العدد والانتشار، الفاعلية، توازن الرعب، قياس الجاهزية. واستعد وانتشر في كل أرجاء المعمورة وعبله واديله. نازل أجيب حقي، بتقف في طريق ليه؟ هقلعك البنطلون وامشيك عريان. هو كده. يبقى أنت خاين. مش عبد المأمور بقى، ده أنت خاين وعبد المأمور كمان يا سنسوخة. البلد دي لازم الشعب يتدخل ويكسر خوفه، وهينكسروا قريبا. وده انا ايه؟ لان داخلين المفرمه بتدوروا على بطونكم. كل ده بحكي لك على ايه؟ وانت بتدور عليه. الله المستعان. ما اطولش عليك. نهايه الحكم العسكري، سقوط الحكم الجبري. السيسي اخر حكام العسكر الصهاينه في مصر من 52. شوف حالك في تدهور من 52 لوقتنا هذا. يا جدي، يا ابويا، يا امي، حرر عقلك وافهم ابنك، افهم حفيدك، افهم ان انا بدور على عرض وشرف. ما تبقاش متخاذل وجبان ومخلي سلالتك جبانه وخايفه ومهزوزه. لان ده الجيل اللي عايش، دي بلده، مستقبله هو مش مستقبلك انت. فما تخافش عليه، خوفك هو اللي ضيعنا، جبنك هو اللي ودانا ورا الشمس. ماشي يا جدي، ماشي يا جدتي، ماشي يا ابويا، ماشي يا امي. هو كده. لان سكوتكم بالبطيء ولسه. اللهم قبل الاخر. اللهم فشل. سلام ورحمه الله غالي العزيز. اتفضل يا غالي. واشرب لا باس. الحمد لله والله. واش؟ لا شفت المحل ما كاش مشكل. اخوي عند ربي. الله اكبر. شفت جيت نبدا بالك تقول يا بالله على ربي يا غالي ما تتقلقش عليا. ساعة. شكرا شكرا. الله السيد خايف عليا، كتر خير. هو اللي حصل للشعوب يا جدعان؟ لا ما تخافش. انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لا 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 معلش، تقلقوش عليا. انا ميت من ابناء يناير. شفت الموت بعيني قلتها لهم هنا. لا 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 ما عنديش مشكله، تيجي زي ما تيجي. ربك هو اللي حاميني مش حد. انا عايز حد يقرب لي. مش عاوزني خرجوني. انت مش عاوزني خرجني يا سيدي. ده غريبه دي والله. نهايه حكم العسكر. السيسي اخر حكام العسكر في مصر، لان كشف وعراهم وكشف الوشوش وسقطت الاقنعه.
لا لا عيب تقولوا كده. شدوا من أزر بعض. ده شعب عزيز وفي ناس أعزاء وفي ناس أحرار، مش بالكثرة. عايزين ننظف بقى العرة اللي في وسطينا ولا إيه يا أختي؟ ما تقولوش كده. خلي يقينكم وإيمانكم بالله، إحنا مسلمين مش على البطاقة اللي في وسطينا، والمسلم على البطاقة يفوق شوية. الله المستعان. اللهم نصرك الذي وعدت. استعدوا واعدوا، هو ده الحكم العسكري، هو سبب الخراب من الاساس من 52. انا مرعوب؟ والله ابدا. انا الشرطه والدرك بيعدي عليا وبتكلم عادي وصوتي عالي، ولو جه نزل هكلمه. يا ابني انا عمري ما اترعبت من حاجه، الحمد لله. لا نهاب الا الله ولا نخاف الموت. الله المستعان. نهايه الحكم العسكري خلصت وجابت ظرافها. استعد واعد يا مصري، ثوره المنفصل. الله المستعان. السلام عليكم.